فيلمنا بيبدأ بنزول مجموعة من الطيارات في كاليفورنيا، وبيظهر كابتن مافريج اللي عنده خبرة في الطيران سنين كتير، ودلوقتي بقى طيار تجريبي وبيكون شغال على برنامج علشان يختبر بيه الطيارات المقاتلة واللي بتكون تابعة للبحرية الأمريكية. وبياخد مافريج الدراجة النارية بتاعته وبيروح بسرعة لمبنى اختبار الطيارات المقاتلة، وهناك بيقابله المسؤول وبيقوله إنه كين قرر يلغي البرنامج اللي شغالين عليه لأنهم مش عارفين يحققوا الهدف منه وحاسين إنه ملوش لازمة، وبيعرفوا إنه كان هيستثمر الفلوس كلها اللي كان حاططها في البرنامج علشان يمول مشروع الطيارات بدون طيار ده ويزود عددهم، وبيتبلغ كل الموجودين في المكان إن كين هيوصل المكان هنا خلال ساعة. ولأن مافريج عنيد ومش بيخلي الفشل يهزمه، قرر إنه يتجاهل كلام كين ويكمل هو المهمة وكأنه ما سمعش حاجة، وبيطلب من الفريق اللي معاه إنهم يبدأوا يجهزوا علشان هياخد الطيارة اللي شغالين عليها في المشروع بتاعهم هم. ومجرد ما بيركب الطيارة وبيتحرك بيلمحه كين وبيفهم إنه منفذ أوامره وبيكون مستحلف له، فبيروح كين غرفة التحكم وبيتكلم مع مافريج وبيقوله يعقل وينزل، لكن مافريج مش بيهتم بكلامه وبيكمل في سكته عادي، وبيفضل يزود في السرعة لحد ما بيكسر الرقم القياسي. وهنا بينبهر الفريق اللي معاه وبيتحمسوا وبيشجعوه وكله بيكون مبسوط ما عدا كين اللي بيظهر عليه إنه متضايق لأن مافريج أثبت له إن المشروع بتاعه نجح وحقق نجاحات فيه. وعلشان مافريك يأكد لهم أكتر إن المشروع ده ناجح، قرر يزود سرعة أكتر وبيعدي السرعة اللي كانوا مقررين يوصلوا لها، بس فجأة بينفجر محرك الطيارة والطيارة كلها بتنهار لأنها ما قدرتش تتحمل السرعة دي كلها. بعدين بنشوف مافريك بالزي العسكري بتاعه بعد ما نجا من الانفجار، وبيجي مجموعة من فريق الإنقاذ علشان يرجعوه للقاعدة البحرية، وبيواجهوا كين باللي عمله وبيكون عايز يعاقبه بإنه يوقفه عن الطيران مدى الحياة، لكنه مش بيعمل كده لأن مافريك عمل إنجازات كتير طول فترة الشغل بتاعته. ده غير كمان إن قائد آيس بعت أوامر لكين بإنه ما يوقفوش وكمان يكلفه بمهمة للقاعدة البحرية. ولما بيروح مافريك بيقابل 2 من القادة وبيبدأوا يفهموه مهمته، واللي بتكون عبارة عن القضاء على مصنع غير قانوني معمول لتخصيب اليورانيوم، وده أعدائهم اللي بنوه على حدود الدولة بين جبلين متلجين، وبيعرفوا إن المصنع ده هيشتغل خلال 3 أسابيع ولازم يتهدى قبل المدة دي لأنه خطر جدا وبيهدد مصير الجيش كله. فبيبدأ يتحمس مافريك لأنه بيحب المهام الصعبة وبيبدأ يشرح لهم الخطة اللي هيستخدمها في التدمير، لكن بيتصدم لما بيعرف انه مش هيطير ولا هيستخدم طيارات، ومهمته بس انه هيدرب 12 شخص من الخريجين الشاطرين اللي عندهم، لانهم في الاخر هيختاروا 6 طيارين بس علشان يقوموا بالمهمة كلها. يعني مافريك كده هيدرب بس مش هيشارك في المهمة. وبيبدأوا يعرضوا المافريك صور الخارجين وبيكون من ضمنهم روستر، وده بيكون ابن صاحب مافريك اللي مات من 30 سنة، وبيفتكر ساعتها مافريك صاحبه وبيتأثر جدا، لكنهم بيقولوا له ان المهمة دي مش زي اي مهمة وانها خطر جدا لان في رادارات متطورة جدا وطيارات هجومية علشان تحمي المصنع من اي خطر، ولازم المهمة دي تتنفذ في اقرب وقت. وكمان بيأكدوا عليه انه ما ينفعش يخالف اي اوامر زي ما عمل قبل كده. وبعد كده بيقابل مافريك الطلاب وبيتعرف عليهم وبيكونوا عايزين يتصاحبوا على بعض، وبيكون بينهم منافسة قوية جدا. ومجرد ما بيشوف مافريك روستر واقف بيتجنب انه يظهر قدامه وبيراقب تصرفاته، واول ما بيشوفه بيفتكر يوم الحادثة بتاعت صاحبه وقد ايه مافريك عمل مجهود علشان ينقذه، لكنه فشل ومات صاحبه في الاخر. بعد كده في قائد اسمه بيتس بيرتب لهم أول لقاء وبيقدم للطلاب مافريج على إنه أشطر الطيارين واللي هيساعدهم في مهمتهم، وبيبدأ يكلمهم عن إنجازاته طول 30 سنة اللي فاتوا وإنهم هيتعلموا منه حاجات كتير مش هيتعلموها في أي حتة. بعد كده مافريك بيتكلم معاهم وبيكلمهم عن الكتاب اللي فيه قواعد الطيران، فبيقولوا له انهم حافظينه صم، وساعتها بيمسك الكتاب وبيرميه لانه اكيد العدو هو كمان حافظ الكتاب وعارف كل اللي فيه، وانهم مش هيقدروا ينتصروا عليه غير بمهاراتهم الخاصة وذكائهم. وبيبدأ معاهم اول تدريب وبيطلب منهم يركبوا طياراتهم ويفرجوه مهاراتهم في الجو. بعد كده بيروح مافريك ورا روستر وبيوقفه وبيتكلم معاه، لكن بيتفاجئ مافريك ان روستر بيعامله وحش لانه فاكره هو السبب في موت ابوه، ومش بيديله روستر فرصة انه يفتح بقه وبيسيبه وبيمشي.
وبيبدأوا بعد كده التدريب اللي بيضربوا بعض فيه بالطيارات بتاعتهم. وبيقرر مافريج انه يواجههم بنفسه ويكون هو فريق لوحده في مقابل انهم يبقوا فريق لوحدهم، وبيقول لهم ان اللي هيخسر هيتعاقب بتمارين صعبة جدا. وبيبدأ مافريج يدخل على مجموعة وبيكسبهم كلهم وبيعاقبهم كلهم. وبيكون روستر متضايق وبيقرر يواجهه مرة تانية، لكنه مش بيقدر ينتصر عليه وبيتعاقب تاني بتمارين الضغط. وبعد ما بيخلصوا بيتكلم القائد بيتس مع مافريج وبيقوله انه مش حابب الطريقة اللي بيدرب بيها لانها خطر جدا عليهم وعلى الطيارات. فبيقوله مافريج انهم لازم يتدربوا كده لانهم مش ضامنين العدو هيواجههم ازاي. وتاني يوم بيتجمع مافريج مع الفريق وبيعرض لهم نموذج للشكل بتاع رادارات العدو والقاعدة بتاعته واللي بتقدر تكشف أي طيارة داخلة عليها وتقفشها. وبيقول لهم مافريج إنه هيعلمهم إزاي يطيروا على ارتفاع قليل علشان يسلكوا من الرادارات دي، وبيأكد عليهم إنهم لازم يهتموا بالوقت لأن التأخير مش هيكون في صالحهم. بعد كده بياخدهم مافريج وبيدربهم ازاي يطيروا على ارتفاع قليل جدا، لكن كلهم بيفشلوا ما عدا روستر اللي بيقدر يطير في المستوى ده، لكنه اتأخر دقيقة زيادة وده خطر لأنه كده ممكن يمكن طيارات العدو منه. بعد كده بيقعد مافريج يتكلم معاهم عن الحاجات الغلط اللي عملوها وبيقدم لهم نصايح. وبعدين بنشوف روستر وهو بيتخانق مع واحد في فريقه لأنه بيستفزه وبيتكلم عن أبوه وحش، فبيقوم روستر يضربه وهنا بيتدخل مافريج علشان يهديهم، وده بيخليه متوتر ومتضايق لأن الفريق بتاعه بيبوظ والمهمة خلاص بتقرب. وهنا بيبعت القائد آيس لمافريج رسالة وبيطلب منه يجي علشان يقابله، وتاني يوم بيروح له مافريج وبيسلم عليه. وبيتضح ان آيس مش بيتكلم لانه عنده سرطان في الحنجرة، لكنه بيقدر يتواصل مع الناس عن طريق الكتابة على الكمبيوتر بتاعه. وبيبدأ آيس يسأل مافريج عن التدريبات والفريق، فآيس بيقوله انه متضايق ولحد دلوقتي مش عارف ازاي يخليهم يتعاونوا ويحبوا بعض، وكمان بيكون خايف يختار روستر من ضمن الفريق لانه خايف يخسره زي ما حصل مع ابوه، وكمان خايف يستبعده فيكون بيظلمه لانه شاطر وذكي جدا. فبيقوله آيس انه لازم ينسى اللي فات ويبدأ من جديد، وبيشجعه وبيقوله انه قد المهمة وواثق فيه، فبيشكره مافريج وبيمشي. بعد كده بياخد مافريج الفريق بتاعه وبيروحوا رحلة على جزيرة على أمل إنهم يتصاحبوا ويتعاونوا مع بعض ويحسوا بروح الفريق شوية. وبيقعد يتفرج مافريج عليهم من بعيد وهما بيقربوا لبعض وبيلعبوا سوا. ولما بيرجعوا للقاعدة من تاني علشان يستكملوا التدريبات بيتوتر مافريج لما بيعرف من القائد بتاعه ان افتتاح المصنع بقى بعد اسبوع بس وانهم قدموا الميعاد، وبيعرف من القائد انهم مش قدامهم غير الاسبوع ده بس ويكونوا جاهزين للمهمة وانهم لازم يكثفوا التدريبات شوية. فبياخد مافريج فريقه علشان يدربهم للمهمة وبياخدوا طياراتهم وبيظبطوا الوقت وبيطيروا، لكن واحد من الفريق بيفقد الوعي بسبب ضغط الجو. ولما بيشوفوا مافريج بيروح له بسرعة وبينجح انه يفوقه وبيطلب منه يكمل التدريب، لكن في نفس الوقت بتتكسر طيارة من طياراتهم. وبيكون بعد كده مافريج متعصب جدا لان الوقت خلاص بينفد وهم كلهم فشلة. وبيقعد يتكلم مافريج مع روستر وبيقول له انه متضايق من طريقته الوحشة معاه وانه فاهم الموضوع بتاع ابوه غلط، بس القائد بيدخل عليهم فجأة وبيقطع كلامهم وبيبلغ مافريج ان آيس مات. وتاني يوم بيروحوا الجنازة بتاعته، وبعدها بيستغل القائد سيكلون موت آيس وبنعرف انه هو اللي كان مرشح مافريج للمهمة، فبيقرر انه يخلي مافريج يسيب المهمة ويكمل هو مكانه، وده لانه اصلا من الاول ما كانش حابب مافريج ولا طريقة تدريبه. فبيقعد القائد سيكلون مع المتدربين وبيعرفهم الخطة الجديدة اللي هيمشوا عليها، وبيعرفهم المسافة والارتفاع والوقت اللي هياخدوه في المهمة. وبيلاقي ان الفريق معترض على كلامه وخطته، بس فجأة الرادار بيجيب لهم ان في طيارة بتطير في المجال الجوي بتاعهم، وبيتفاجئوا ان مافريج عمال يتدرب على المهمة لآخر مرة، وبيطمنهم ان المهمة دي بقت بتاعته وانه هيقدر يخلصها خلال 2:15 ثانية، وبيحدد الوقت ده على ساعته، وفعلا بينجح انه يدمر الهدف اللي هو عامل زيه بالظبط بطريقة المحاكاة. بعد كده بيزود سرعته وارتفاعه وبيقدر يهرب بطيارته، وبكده بيثبت لهم انه نجح في المهمة وانهم لو نفذوا تعليماته هينجحوا في المهمة. وهنا بيقتنع سيكلون بيه وبيقرر ان مافريج هو اللي هيكمل المهمة وكمان هو اللي هيقود الفريق بالطيارة بتاعته. فبيتبسط مافريج جدا بالقرار ده وبيختار الفريق بتاعه واللي بيكون منهم روستر، واللي بيختاروا الأصعب مهمة وهي انه يدمر المصنع ويرمي عليهم القنابل والصواريخ ويهرب.
في الآخر بيجي ميعاد التنفيذ وبيتحركوا ب5 طيارات، وبيكون مافريك هو القائد بتاعهم، وبيطيروا على ارتفاع منخفض جدا علشان الرادارات بتاعت العدو ما تلقطهمش. وبيعرف مافريك كل واحد دوره ايه في المهمة، وبيتحركوا لمكان العدو وهي منطقة بين جبلين، وبيقضوا على العدو بتاعهم بالصواريخ وبيفجروا المصنع. بعد كده بيخرجوا بسرعة، لكن للأسف الرادار بيقفشهم وبيهاجمهم بالصواريخ، وبيجي صاروخ منهم في طيارة مافريك اللي بتتدمر تماما. وبيكون سيكلون شايف كل ده بيحصل وبيفتكر ان مافريك كده مات خلاص، بس بنكتشف ان مافريك قدر ينزل على الأرض، وبتحدد الطيارات بتاعة العدو المكان بتاعه وبتبدأ تهاجمه علشان تقتله. لكن لما روستر بيشوفه بيقرر يخالف الأوامر وما يرجعش مع الفريق، ويروح ينقذ مافريك ويفجر طيارات العدو. وبيبدأوا هما الاتنين يدوروا على طريقة يهربوا بيها بشكل آمن، فبيبدأوا يدوروا على طيارة من طيارات العدو علشان يهربوا بيها. لكن بتقابلهم مشكلة، إن الطيارة اللي لقوها قديمة جدا وممكن ما يعرفوش يطيروا بيها، لكنهم قرروا إنهم هيتعاملوا معاها عادي وهيطيروا بيها. وفجأة بيلاقوا وراهم طيارات كتيرة من طيارات العدو وبيهاجموهم، بس مافريك بيكون حاسس انه ممكن يهاجمهم هو كمان رغم الطيارة التعبانة اللي سايقها دي، وبيقدر فعلا يتخلص من واحدة وبيوقعها وبتخبط في الجبل وبتتدمر. والطيارة التانية بتفضل وراهم وقت طويل، لكن في النهاية بيقدروا يتخلصوا منها وبيتبسطوا انهم عملوا ده. لكن برضو بتطلع لهم طيارة تالتة ومش بيقدروا يهاجموها لان كل القنابل والصواريخ اللي معاهم خلصت، فبيكون الحل الوحيد انهم يبعدوا عنها. ولما بيحسوا انهم خلاص هيموتوا من الحاجات اللي بتتحدف عليهم، بيقرروا ينطوا من الطيارة، لكن للأسف باب الطيارة مش بيتفتح لانها قديمة. وقبل ما بيودعوا حياتهم بلحظات، بيجي واحد من الفريق بتاعهم وهو راكب طيارته وبينقذهم من العدو وبيدمرها. بس برضه بيكون في مشكلة، لأن الهبوط هيبقى صعب لأن عجل الطيارة اتكسر. لكن مافريك بيقدر ينزل براحة وبسلام، وبيكون كل الناس في القاعدة البحرية مستنيينهم وبيستقبلوهم وهم فرحانين. وبيشكر مافريك وروستر بعض، ومن هنا بتتحسن علاقتهم سوا وبيقرروا انهم يشتغلوا مع بعض. وبكده فيلمنا يكون خلص. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات القصة اللي حابين نقدمها المرة الجاية.